انت عارف ان التوتر تسبب في موت ناس كتير جدا، بل كمان هو اول سبب للوفاة في العالم. ايه ده؟ ايه الحكاية؟ الدكتورة النفسية وخبيرة التنمية البشرية كالي ماك وضحت في محاضرة ليها ان التوتر كان سبب في وفيات ناس كتير جدا، ونسبة الوفيات بسببه كانت واصلة 43%. لكن الوفيات دي كانت بتحصل لناس معينة، مش لكل الناس. طب مين الناس المعينة دي؟ اللي هم كانوا بيأمنوا إن التوتر اللي عندي ده بيضر بالصحة وبيجيب أمراض. هم دول اللي كانوا بيموتوا بسبب التوتر، بسبب اعتقادهم، يعني اعتقادهم عن التوتر هو اللي بيموتهم، مش التوتر نفسه. لكن الأشخاص التانيين اللي بيجيلهم توتر لكن ما عندهمش اعتقاد إنه بيضر بالصحة، دول نسبة وفياتهم أقل بكتير. وبالفعل الباحثين راقبوا نسبة الوفيات اللي ماتوا بسبب التوتر خلال 8 سنين، واكتشفوا إن في 8 سنين توفى 182 ألف مواطن أمريكي بسبب اعتقاده إن التوتر بيضر بالصحة، مش بسبب التوتر نفسه. فده معناه إن اعتقادك أنت ناحية الحاجة هو اللي بيخلي الحاجة دي تضرك أو تنفعك، على حسب أنت شايفها إزاي، شايفها بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي. طب إزاي نشوف التوتر بشكل إيجابي؟ يعني مثلا التوتر لما بيجيلك بيخلي قلبك يدق بسرعة، وبيخليك تتنفس بسرعة، وبيخليك تعرق. كل العلامات دي لما بتجيلك لو انت شفتها انها حاجة وحشة هتضرك، لكن لو انت فسرتها على ان جسمك بينشط نفسه عشان يحضرك لتحدي جديد انت داخل عليه، ساعتها هتتعامل مع الموضوع بشكل مختلف. طب هنروح بعيد ليه؟ اتعمل تجربة في جامعة هارفارد على ناس كتير عشان يعملوا اختبار للتوتر بتاعهم، ويشوفوا لما يجيلهم توتر هيحسوا بايه. وقبل ما يدخلوا الاختبار وضحوا لهم المعنى الحلو للتوتر اللي هو المعنى الايجابي، ان انت معنى ان قلبك بيدق بسرعه او بتتنفس بسرعه ده مش معناه حاجه وحشه، ده معناه ان انت بتستعد لمواجهه جديده. اللي حصل بقى ان الناس دول كان ادائهم حلو في الاختبار، وتوترهم كان اقل، وثقتهم اكبر ان التوتر مش مضر. واللي هيفاجئك اكتر كمان ان الناس دول ما جالهمش ولا ضربات قلب سريعه ولا تنفس سريع، بالعكس كان جسمهم مسترخي جدا كانهم في حاله فرح مش في حاله توتر. يعني الموضوع كله ليه علاقه باعتقادك انت ناحيه الحاجه، واللي انت مآمن بيه هو اللي هينعكس عليك في الحقيقه بالسلب او بالايجاب.